كل سنة وانتوا طيبين ومبسوطين وهاديين ورايقين. النهاردة تالت يوم العيد، اليوم اللي بنبدأ نفوق فيه من زحمة أول يومين والبيت يبدأ يهدى شوية. وعشان انتوا عارفين ان قناتنا قناة هالة من السعادة قائمة على الهدوء والروقان والطاقة الإيجابية، حبيت أشارككم اللحظة الحلوة دي. وعارفة طبعا ان في ناس بتبدأ تزهق وتحس ان العيد خلص، بس الحقيقة ان العيد حالة نفسية احنا اللي بنقرر تخلص امتى تبدأ امتى. تعالي كده وانتي بتتفرجي على الفيديو معايا، خدي كده نفس عميق وفكري، انتي بجد فرحتي في العيد؟ عاوزاكي تردي عليا في التعليقات وتقولي لي. بس انا عايزه اقولك حاجه، ان في غلطات كتير بنقع فيها من غير ما ناخد بالنا، اننا بنهلك نفسنا في خدمه الكل وبننسى اهم حاجه في البيت هي صاحبه البيت ذات نفسه. بس صدقيني ان لو انتي اقتنعتي بمقوله ان مش لازم يكون العيد مثالي والبيت مثالي علشان يكون عيد جميل وتكوني مبسوطه فيه، هترتاحي كتير. لان زمان كنت فاكرة ان فرحة العيد في الحاجات الكتيرة والخروجات الكبيرة والفسح اللي ملهاش اخر والفلوس والعيديات الكتيرة اللي بتجيلنا والتجهيزات المبهرة. بس الحقيقة ان الفرحة بتاعة العيد بتبدأ من تفاصيل صغيرة قوي بتعيشيها في حياتك، من لحظة هادية. جهزي حاجة العيد، فرحي اولادك، البسكوت والكحك والبونبوني والشوكولاتة والمقرمشات، كل الحاجات دي بتفرح الاولاد، فرحيهم بيها. لان ولادك صدقيني مش هيفتكروا قد ايه انتي صرفتي ولا كام صرفتي، تعبتي قد ايه في الشقة، لكن هيبقوا فاكرين قد ايه هم كانوا مبسوطين وفرحانين في العيد بسبب طقوس معينة بتعمليه. صدقيني العيد مش يومين وخلاص، العيد حالة داخلية، ولو عرفتي تصنعيها جواكي هتوصليها لكل اللي حواليكي. انتي عارفة لما بتهتمي بتفاصيل ضيافتك انتي بتكرمي نفسك قبل ما بتكرمي ضيوفك. خليكي رايقة وهادية وفرحانة، لان صدقيني روحك الحلوة بتطلع في اللي بتعمليه. حسسي نفسك بالعيد، اشربي مشروبك المفضل، اذا كان كوبايه شاي او فنجان قهوه، اقعدي في ركن هادي في بيتك بتحبي تقعدي فيه، خدي احلى قطعه شوكولاته، استمتعي بيومك حتى لو ما خرجتيش من البيت. لان السعاده مش محتاجه خروجات خرافيه ولا مصاريف، السعاده لحظات حلوه تقدري تصنعيها لنفسك وانت حاسه بالنعم اللي ربنا هديها لك، نعمه الصحه ونعمه الستر، نعمه البيت والسكن والسكينه والهدوء. العيد لمة حلوة مع أسرتك وأهلك وأولادك، مش دوشة وخناقة على اللبس وعلى النزول وعلى الطلوع. حسسيهم بفرحة العيد، عرفيهم إننا بنفرح علشان ده قرارنا إن احنا عايزين نفرح، مش علشان حد جه زارنا أو فلان ما جاش زارنا. حافظي على طاقة بيتك وأولادك، ابعدي عن أي كلام يضايقك، اتعلمي فن الانسحاب. لو رايحة مكان فيه شخص بيضايقك ابعدي عنه، ما تحاوليش إنك تتعمقي في الكلام وتدخلي معاه في جدال. مش لازم نضغط على أعصابنا علشان نرضي الكل. العيد فرصة علشان نشحن نفسنا من جديد، مش علشان نخلص على طاقتنا. اختاري الخروجات اللي فيها هدوء، خضرة، مساحة للتنفس. العيد مش بيجي كل يوم، بس انت تقدري تعملي لنفسك عيد كل يوم. غيري مودك، اصنعي السعادة بإيدك، ابتسمي وحبي حياتك زي ما هي، استمتعي بأبسط الأشياء فيها. عاوزاكي توعديني انك هتكوني حنينة على نفسك، ولو العيد انتهى روحي السعادة اللي جواكي ما انتهتش وهتفضل، لان انت زي ما قلتلك السعادة بتبدأ من جواكي انت. مش عاوزاكي تحسي بالإحباط لما العيد يخلص وتبدأي تشوفي بقى البيت وطلباته ومحتاج يتنظف والمواعين اللي كترت والغسيل اللي اتكوم وكترة الطلبات والحاجات اللي مش بتخلص. ما تزعليش ان الايام جريت وما لحقتيش تخرجي كل الخروجات اللي نفسك فيها، ما تزعليش وما تضغطيش على اعصابك. ادي لنفسك وقت للراحة، خدي نفس عميق وقولي لنفسك لسه الايام جاية كتير. مش معنى اني ما خرجتش في العيد يبقى خلاص الدنيا وقفت والدنيا كده قفلت في وشك. لا عادي، خديها بصدر رحب وقولي انا اقدر اصنع عيد من جديد، انا لسه عايشة ولسه على قيد الحياة، لسه في ايام طويلة جاية كتير. العيد مش ورقة في النتيجة تقطعيها وترميها ويبقى كده خلص. العيد حالة جوه قلبك، العيد هي الفرحة اللي انت بتصنعيها في بيتك، في شكلك واهتمامك بنفسك وضحكة اولادك والهزار، الهدوء اللي بنحاول نبنيه في بيوتنا. العيد مش موسم وخلص، خلي العيد
والفرحة والهدوء والروقان اسلوب حياة انت عايشة بيه. انا عاوزاكي تاخدي روح العيد دي معاكي وانت راجعة شغلك، وانت بتكملي روتين حياتك، وانت بتذاكري لاولادك. السعادة الحقيقية هي انك تفضلي محافظة على نورك الداخلي في الايام العادية. خليكي فاكرة هالة السعادة انك تستحقي تعيشي في سلام وهدوء. مش عاوزة روتينك القديم يطفي اللمعة والفرحة اللي في عينيكي ولا ينسيكي انك اهم حد في حياتك. العيد هينتهي كأيام، لكن انا عاوزاكي تخليه يفضل مكمل معاكي كطاقة. خلي عندك طاقة حب، طاقة امل، طاقة امتنان وشكر لربنا وطبطبة. خلي عندك طاقة سعادة. افصلي نفسك وابعدي عن اي حاجة بتوترك وبتخليكي عصبية. خليكي دايما هادية مطمنة. خلي حياتك كلها رايقة، لان اسلوبنا ومودنا هو اللي بيسيطر على حياتنا. خليكي دايما متصالحة مع نفسك. حبي كل حاجة حواليكي، حبي شكلك، حبي طريقتك، حبي اسلوبك، حبي ولادك، حبي ضحكتهم، حبي هزارهم، حبي شقاوتهم، حبي كل حاجة في تفاصيلهم الصغيرة. وقبل ما اقفل معاكم الفيديو، حابة جدا اسمع منكم في التعليقات عملتوا ايه السنة دي في العيد، وايه الاستعدادات اللي عملتوها مخصوص عشان تسعدوا نفسكم وتسعدوا اولادكم وتسعدوا حياتكم، وايه اكتر تفصيلة صغيرة فرحتكم. انا هستنى تعليقاتكم بفارغ الصبر، لان كلامكم وقصصكم وحكاويكم هي اللي بتديني طاقة وبتحسسني اننا بجد عيلة واحدة بتكبر مع بعض. ومش عايزاكي تنسي ابدا ان السعادة مش محطة بعيدة بنسافر ليها، لا والله صدقيني، السعادة هي طريق احنا اللي بنمهده لنفسنا كل يوم وكل ساعة وكل وقت. وعيك وهدوءك واطمئنانك هو اللي بيخليكي تقدري تكملي وتقدري تصنعي السعادة. لما تقرري انك تكوني متصالحة مع ظروفك، متصالحة مع شكلك، متصالحة مع حياتك، وشكر ربك على النعم البسيطة اللي ربنا اداهالك والنعم اللي حواليكي. لما تعتني بروحك وبيتك واولادك بحب ومن غير ضغط، وتحسي ان انتي يعني عندك رضا كافي، صدقيني وقتها هتحسي بالسعادة. طبطبي على نفسك وقولي لنفسك انا استحق ان ابقى سعيدة، انا استحق ان انا ابقى انسانة يعني عندي هدف، انا استحق ان اعيش في هدوء، انا استحق ان اعيش ست رايقة. انا نفسي كل ست بتسمعني دلوقتي في الفيديو ان هي تقول لنفسها انا استحق اكون افضل وافضل من اللي انا عايشة فيه دلوقتي. حتى لو انت عايشة سعيدة، اتمني انك تكوني اسعد من كده كمان. اخرجي من مود الضغط ومود التعب ومود ان انتي على طول زهقانه، على طول ملانه. اصنعي لنفسك السعاده. حاولي تحبي نفسك، حاولي تعملي وقت لنفسك تسعدي نفسك فيه، حتى لو بابسط الاشياء. زي ما قلتلك من شويه في الفيديو، اعملي كوبايه شاي او كوبايه قهوه، افصلي فيها دماغك، ريحي نفسك. الدنيا كلها هتخلص بس انتي على مهلك وواحده واحده. مفيش حاجه يعني انتي لو ما روقتيش النهارده تقدري تروقي بكره، لو ما عملتيش الحاجه الفلانيه النهارده تقدري تعمليها بكره. العيد زي ما قلتلك ايام في نتيجة، لكن انت تقدري تعيشي العيد ايام عمرك كله. صدقيني والله انت اللي بتصنعي البهجة والسعادة ليكي ولبيتك ولأولادك، مش حد هو اللي هيجي يحطها لك ولا هيديها لك. حبي نفسك وطبطبي عليها وقولي لها زي ما قلتلك انت تستحقي. كل سنة وانتوا طيبين بكل طاقة ايجابية وحب. منوريني في قناة هالة من السعادة، ومنورين حياتكم وحياة كل اللي حواليكم. خليكم دايما مصدر للطاقة والبهجة والسكينة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله في رحلة جديدة من رحلاتنا للسعادة والهدوء. بحبكم جدا في الله. دمتم في امان الله وحفظه. مع السلامة.